هلا والله معاكم ده. دخلت على الانستا ولقيت واحد من المتابعين راسل لي رساله كاتب فيها انه في شخص عم بينزل اغاني قرانيه او قران باغاني. شوفوا، اول شيء انا ما صدقت، تمام، قلت مستحيل، كيف يعني اغاني بقران؟ شلون زبطت معاه؟ لا يعني مستحيل هالشيء يكون صحيح. بعدين لاحظت انه كان كاتب لي اسم القناه وحكى لي اني اشيك عليها واعمل مقطع عن الموضوع، فدخلت عشان اتاكد. بس حرفيا بعد ما دخلت وشفت القناه تاكدت انه كلامه كان للاسف صحيح 100%. مشان هيك بمقطع اليوم بحكي عليه من باب الغيره على الدين، من باب لو قدرنا نعمل ريبورت للقناه ونسكر القناه يعني، فليش لا، يعني نحاول قدر المستطاع. بس قبل ما ابدا المقطع، هاي اجمل التعليقات من اخر مقطع، وعن جد شكرا كثير على دعمكم باخر مقطع. اتمنى ما بتقصروا بهذا المقطع كمان، حط لايك واشترك. والان خلونا نبدا. شوف، انا اول ما سمعت قلت لازم انزل مقطع واطلب من الناس انه تعمل ابلاغ على القناه، تمام. المهم اني دخلت على القناه وشفت انه حرفيا جايب اكثر من 30,000 مشترك 5 ايام بس. يعني بالله مين الحمار اللي شاف القناه وقال لك هو والله جميل خلينا نشترك؟ ليش يعني ليش؟ وبغض النظر عن دين الشخص، يعني انا لو شفت شخص عم بيسيء للاديان الثانيه اكيد هذا الشيء ما راح يعجبني. ونفس الشيء يعني حتى لو ما كنت مسلم، كيف بيعجبك محتوى بيستهزئ على دين ثاني؟ كيك شلون يعني؟ هذا الموضوع ابدا ما بيختلف عن العنصريه، صدقوني. نفس لما يجي واحد ويتمسخر على الشخص الثاني بس لانه بشرته داكنه او سودا. المهم انه انا حرفيا بعد ما دخلت على القناه حسيت، كان عندي احساس انه البني ادم اجنبي. قلت مستحيل شخص عربي مننا وفينا يعمل هيك شيء. انا حرفيا شفت ناس بتطلب تذاكر دوري ابطال وكاس العالم VIP حرفيا، لكن هاي اول مره بشوف شخص عم يطلب تذكره VIP بلس يا جماعه الخير لجهنم حرفيا. لا، والشيء اللي بيقهر انه حرفيا قاعد عم بيستهزئ بالدين وبالقران، ومنزل اغنيه مسميها سوره العنكبوت. استغفر الله العظيم، بس لا اله الا الله. حرفيا يعني موضوع برفع الضغط مليون. وبس عشان اوضح لكم الصوره، كيف انه في احتمال انه مواقع التواصل الاجتماعي حرفيا بتدعم هاي الاشياء، تدعم الفتنه والتفرقه بين العرب والمسلمين. ما بعرف ليه عندي احساس هيك، لانه حرفيا مقاطعه يعني انتشرت بشكل مو طبيعي. يعني تخيلوا انه كان منزل مقطع وصل 1,000,000 مشاهده حرفيا بس بيومين بس. يعني في مغنين مشهورين ورابرز مشهورين امريكيين عندهم ملايين المتابعين واغنيهم ما وصلت ل1,000,000 مشاهد خلال يومين بس. بس حرفيا ما عاد في ناس عندها ناموس، ما عاد في ناس تهتم لهاي المواضيع. صاروا عادي يشوفوا شخص بنزل عن هيك اشياء ويدعموه، يعني مع انه حرفيا ما بعرف ليش، ما بعرف وين المحتوى بالموضوع. المهم بعد ما انتشرت قناته في كتير يوتيوبرز طلعوا حكوا عنه، وفي كتير ناس حتى اجانب، لدرجه اني دخلت على اليوتيوب شفت اجانب منزلين عنه وعم بيطلبوا من متابعينا انه يعملوا ابلاغ على القناه، وصارت حمله تبليغ على القناه كبيره جدا. المهم بعد حمله الابلاغ اللي صارت عليه حرفيا، والف الحمد لله انه قناته تسكرت، وحتى المقاطع اللي عليها انحذفت كلها بالكامل. انتم متخيلين بس لاي درجه وصل الموضوع؟ والحمد لله انه القناه تسكرت وانحذفت. بس في شيء غريب حرفيا، انه في ناس كانت اخذه هاي المقاطع له او عامله سيف للمقاطع اللي له ورجعت نزلت على اليوتيوب. الا تحية قسما بالله. بس ما راح اعرضها هون ولا حتى راح احكي اسماء، لانه حرفيا انا ما بدي اكسب اسم عن حدا. اعرض شيء عندي على القناه ويجي شخص غير يسمعه او يشوفه عندي واكسب اسم عليه. بس حرفيا انتم لو شفتوا اي شيء على النت بسيء للدين او ما بيعجبكم، اعملوا عليه ابلاغ. حرفيا لا تستهينوا بحالكم. يعني نفس ما تسكرت قناه هذا الملحد الحمار، انت بتقدر تسكر القنوات اللي بتسيء لدينك حرفيا. فلا تستهينوا بحالكم يعني، وابلغوا على القناه. وبس والله لا تنسوا اللايك وتابعني على الانستغرام لما كنت تتابعني بالانستغرام. وبعرف انه المقطع هذا قصير، وبعرف انكم طلبتوا مني انزل مقاطع اطول من هيك، بس حرفيا الموضوع هذا ما في اشياء كثير اني احكي عنها، خصوصا انه القناه سكرت الف الحمد لله. بس حسيت اني لازم احكي عن الموضوع بس من باب غيرتي على الدين. وان شاء الله مجهز لكم مقطع عن قصه صارت معي حرفيا ما بتصير بفيلم هندي حرفيا، ولا قصه بوليسيه حتى. فكل اللي عليك تشترك بالقناه، فعل زر التنبيهات، وصدقني راح ينزل لك مقطع طويل عن قريب. وبس والله شوف المقاطع القديمه، حط لايك، اشترك في القناه ما كنت مشترك، واكتب كومنت تعليق جميل مثلك اي كومنت حرفيا. وبس والله كان معكم داي وبيس. مهما طال الزمان وأبعدتنا المسافات، يبقى فينا الحنين خيطا يلف قلوبنا. ها قد آن الأوان لننون أحلى الأمنيات.